أن الشعب التركستاني في أورومشي تجمعوا ساعة بعد ساعة، وأصبح آلاف في الشوارع، والحكومة الصينية أمرت أن تفتح النار عليهم وقتلوا وهذا حدث في الساعة 2 في تموز، في الساعة 2 بعد الظهر، وحتى إلى الساعة 5 الأنباء جاء إلينا كان عدد القتلى يزيد من 500. والحكومة أعلنت الأموات أموات كان 3، لكن صباحا في 6 تموز أعلنت الحكومة وبدأ العدد من 140 أموات. كيف زاد من 3 إلى 140 في ليلة؟ وأن الحقيقة هناك عندنا أفلام وشاهد عيان في هذه الأيام في إسطنبول. عندنا قالوا السلطة الصينية أمرت الشعب في أورومشي أن يغلقوا النوافذ ولا يخرجوا من بيوتهم. وإذن والشاهد عيان جاء آخر يوم كان طالب يدرس في تركيا، رأى أحد من الناس من أويغور أخرج رأسه من النافذة وأصيب بالرصاص قناص، وأغلق النوافذ وقتلوا الأبرياء، ومئات من الناس قتلوا بالرصاص الجيش الصيني. وذاك نفس اليوم الليل في اليوم الأولى الصينيون، هناك الصينيون نقول بنتوان، هم نصف عسكري نصف مدني، هم خرجوا بالزي عام، خرجوا آلاف ودخلوا البيوت، كل بيوت التركستانيين في مكان مخصصة. الكل يعرف هذا المنطقة مخصصة للتركستانيين، ودخلوا البيوت قتلوا. كان عدد القتلى في يوم الثاني صباحا يزيد من 2000، عندما أخبر الأنباء الصيني أن عدد القتلى وصلت إلى 140. كان عدد القتلى يزيد من 2000، وهذا ليس مبالغ. عندنا أفلام ودلائل. والآن الحكومة الصينية يحاول أن يشكك ويصور إبراز التركستانيين كالعدو، وهم الذين سببوا هذا الكارثة، العنف، الإبادة، الاشتباك العرقي. هم الذين بدأوا، الأويغور هم الذين بدأوا. الأمر الواقع كما قلت هو الصين الآن يريد أن يتجاهل ما حدث في شاوغوان. هناك قتلى يزيد، أو منهم الغائبين والجريح يزيد من 500. لذلك هذا الحدث أصبح كان للاستدعاء من الحكومة، طلبا من الحكومة بطريقة سلمية أن يحققوا ويعاقبوا المجرمين. لكن الحكومة الصينية كان جوابهم بالرصاص وقتل الأبرياء. والآن في تركستان الأمور الانتقال، العلاقات بين المدن مغلقة، والإنترنت مغلقة، والتليفون. أنا إذن لا أستطيع أن أتصل بعائلتي في تركستان الشرقية في البلد منذ شهرين، وهذا الأمر يشوشنا. وأيضا عدد المحبوسين منذ بداية التموز قد زاد من 30,000، وهذا ليس مبالغ. أولا الصين أعلنت 900، بعدين 300 زاد، و190، بعدين آخر يوم قالوا
أنهم حبسوا 10,000 من التركستانيين بمناسبة الحفلة الحفلة 60 لتأسيس دولة الصين. والآن الذي يأتي هناك أشخاص جاءوا من الجديد من تركستان الشرقية، قالوا أن لا تجد الشباب في شوارع، الشباب كلهم، وحتى أنا لا أذكر كي لا تظنوا هذا أنني أبالغ في العدد. التركستانيين يقولون عدد المحبوسين يزيد من 50,000. هذا لأنهم هم عندما يمشون في الشوارع لا يجدون الشباب في أورمشي، وكذلك في كاشغر وفي كل المدن الكبرى هم حبسوا تركستانيين خاصة الشباب. ولذلك أنا أريد أن أشير أن أوجهكم والعالم الإسلامي أن لا يأتوا أن لا يخدعوا من قبل الصين والإعلام والأنباء الصيني، الإعلام الصيني ودعايتهم الدعاية تحاول تبريز وجه الصورة التركستانيين، التلويث، وبدأوا تلويث الدلائل ونظفوا كل الشهادات. لذلك نطلب من العالم الإسلامي والدول كلهم أجمعين أن يضغطوا على الصين ويرسلوا هيئات للتحقيق، هيئات حرة للتحقيق، ويذهب كل مدن التركستانيين دون تدليل السلطات الصينية. شكرا. سيد عرفان، يعني دعني أنتقل بالسؤال إليك وأسألك، يعني الصين أعطتكم حكما ذاتيا، وبالعرف السياسي نعلم أن الحكم الذاتي هو مقدمة للاستقلال، يعني ألا يكفيكم ذلك؟ ومن ملاحظاتي أريد أن أسأل، يعني من ملاحظاتي أثناء الأحداث التي وقعت في تموز الماضي، كنت قد لاحظت أن الشوارع نظيفة رائعة، دعنا نقول هناك عمارات عالية، ربما أنا كمشاهد فهمت أن هناك تنمية واهتمام من قبل الصين بمناطقكم، يعني فما الذي تريدونه يعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الكريم، يعني قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أوضح نقطة هامة هنا، وهي أن الصين دولة شيوعية وحشية لا تحترم حقوق الإنسان ولا القوانين الدولية أيا كانت نوعها، وهذا أول. وهي الصين تمتص دماء المسلمين التركستانيين منذ مئات السنين، وخاصة منذ 60 عاما بكل أشكال الوحشية. أما عن الحكم الذاتي، القول عن الحكم الذاتي يعني في الواقع لا يوجد حكم ذاتي أبدا، وإنما ليس يعني هذا الحكم الذاتي ليس إلا حكم ذاتي صوري، وليس لها أي تأثير أو أي علاقة يعني في